رحلة مام أرارات للبحث عن العدالة. مام أرارات صوت حظي بمحبة وشغف الجيل الشاب في الموسيقى الكردية. نعرفه في الغالب من خلال أغانيه عن جميلة التي وري جثمانها في الثلاجة أثناء حرب الأنفاق الخنادق، وكذلك من خلال أغانيه المعبرة عن الحب، الأطفال، الجياع إلى آخره. لكنه تصدر مؤخرا حديث واهتمام عموم الكرد بسبب تصريح أدلى به حينما قال: لست عبدا أو خادما لأحد، رافضا تماما أن يكون نتاجه الإبداعي رهنا للإملاءات الحزبية. البعض فسر هذا التصريح على أنه منطلق من أجل مكسب مادي لا غير، لكن القضية لا تتعلق بالمال، بل تتمحور حول محاولة حزب العمال الكردستاني PKK إعاقة الجهد وتعطيل الطاقات التي تتطور خارج منظومته، وأن تطال سلطة دكتاتوريته الفن كما داب. بنى PKK في أوروبا وباكور كردستان تركيا سلطة جبارة على غرار عصابات المافيا، ليس فقط في مجال الموسيقى والمسرح والأفلام فحسب، بل طالت أيضا العديد من النقابات العمالية والمنظمات المهنية، حيث تقتات على تعبها وعرق جبينها. إحدى هذه الشركات الممارسة لهذه الدكتاتورية هي كوموزيك. فكوموزيك التي تأسست عام 97 على يد PKK تسعى لفرض سيطرة مطلقة على الفنانين في أوروبا وباكور كردستان. تصادر كوموزيك الأعمال والنتاجات الفنية للعديد من الفنانين، تمنع الحفلات الموسيقية التي تنظم بترخيص من البلديات، وتتهم هؤلاء الأشخاص علنا بأنهم أعداء القيم والشهداء، مانعة بذلك الإبداع الفني. نعم، يفرض PKK سيطرة الحزب المطلقة على الثقافة والفن تماما كالسياسة على غرار نظام البعث. والحق أن مام أرارات لم يكن الوحيد الذي تعثر وسط مستنقع الاستعباد الباكيكي هذا، بل كل من لم يمتثل لأوامر وملاءات كوموزي وأبدع موسيقى مستقلة به يعلن عدوا لكوموزي. لكن مام أرارات كسر حاجز الصمت بشجاعة مدوية. حطم مام أرارات صنما في الوقت الذي يعد تحطيم صنم فعلا بالغ الخطورة. لهذا السبب لجأ بعضهم خوفا من العواقب الوخيمة إلى دعم مام أرارات بشكل غير مباشر، بينما عبر آخرون علنا عن إعدائهم له. أحد الأشخاص المساهمين في قضية مام أرارات كان شوفان باروار. فسر شوفان باروار مواجهة مام أرارات لقضية قضم حقوقه من قبل هذه السلطة المافياوية بأنها مشكلة مادية تتعلق بالمال، ودعم مؤسسات PKK، علما أن شوفان باروار كان يكن عداء شديدا لPKK بسبب حقوق أغانيه. آنذاك هجم عليه أعضاء PKK على المنصة واعتادوا عليه وكسروا بسقه على رأسه ونعتوه بشوفان باروار. بعدها اشترى أحد المتبرعين حقوق أغنيته وأهداها له. غنت أينور دوغان أغنيته في حفل، فجهر شوفان بعدائه لها، لكنه الآن نسي ماضيه وانخرط إلى جانب هذه العصابة المافيوية في وجه فنان كردي يطالب بحقوقه. تصريح مام أرارات: لست عبدا أو خادما لأحد، هو نضال ثوري ضد سياسة PKK المتمثلة في الاستسلام القسري. يجب على الفنانين، المسرحيين والأطباء، الكتاب والمبدعين وأصحاب الضمائر الحية من الكرد أن يقفوا إلى جانب مام أرارات في وجه هذه السياسة المتمثلة في الاستسلام القسري وتسييس الفن والتحزيب.